السلام عليكم اخواني الكرام. اذا ببارة شباب نزل اليوم اخبار رائعة وتحديثات جدا رائعة على التطبيق تبعه، وهذا هو منشوره الاول. خلونا نترجمه مع بعض. اذا عم اقول لك شباب، نحن هنا مع التحديثات الجديدة مع مستخدمي البنوك الاخرين على ببارة تحويل الاموال والمعاملات بدون حد يومي يمكنك الاستمرار كما اعتد. يعني شباب صار في إمكانية تحويل الأموال من البنوك الثانية إلى ببارة، ومن ببارة إلى البنوك الثانية بدون أي مشاكل. كمان نزل هذا المنشور الرائع، كمان خلونا نترجمه مع بعض. إذا عم يقول لك تجربة ببارة التي اعتدت عليها عادت مرة أخرى من الآن فصاعدا. ببارة تحويل الأموال من مستخدمين البنوك الآخرين إلى ببارة ومن ببارة، يعني صار فينك تستلم حوالات إلى حسابك في ببارة وترسل حوالات من ببارة إلى أي بنك ثاني. عم يقول لك التداول اليومي بلا حدود، يعني بيقصد بالتداول اليومي شباب هو الإجراءات اللي بتسويها ببارة، دفع، شراء، إرسال حوالات مفتوحة صارت ما لا مقيدة أبدا. يلي بعدها شباب رجع إمكانية تحويل المعادن الثمينة، الذهب والفضة والبلاتين، فينك تحولهم بين حسابات ببارة. يلي بعد عم يقول لك شباب تحويل الأموال من بطاقة إلى بطاقة، عم يقول لك من خلال مشاركة رقم بطاقتك يمكنك استقبال الأموال محليا أو دوليا. طبعا شباب هذا الخبر كتير مهم جدا، وأنا راح أبحث فيه بشكل مخصص، اللي هو استقبال الأموال عن طريق رقم بطاقتك محليا أو دوليا. شغلة كتير ممتازة. يلي بعدها شباب عم يقول لك إيداع الأموال من أجهزة الصراف الآلي بدون بطاقة، هي ميزة قديمة ورجعوها بعد هالأحداث اللي صارت مع ببارة. طيب شباب خلونا نفوت إلى حساب ببارة. بمجرد دخولك إلى البرنامج رح تطلع لك هي الملاحظة، خلونا نترجمها مع بعض. إذا عم يقول لك معلومات هامة، نود أن نخبرك أنه بإمكانك مواصلة تجربة ببارة التي اعتدت عليها. في هذا السياق يمكنك الاستمرار، انتبهوا شباب، في تحويل الأموال إلى حسابات بنوك أخرى دون انقطاع، وإجراء معاملاتك اليومية دون حدود من حسابك في ببارة. للمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على المعلومات. هلأ رح نشوف شباب شو هي المعلومات اللي لازم نطلع عليها لشوف أنه حسابي رجع كامل ولا في شوية حدود عليه. طيب شباب خلوني نشوف شو هو الليمت والحدود تبع حسابي أنا. طبعا بتفرق من حساب للتاني، ولكن طريقة واحدة، لذلك رح أضغط على هدول الخطوط الثلاثة. هلأ بضغط على أجرة لار في ليميت لار، الأجور والحدود. إذا عم يقول لك فتح حساب ببارة مجاني، تحويل الأموال من ببارة إلى ببارة مجاني، تحويل الأموال من ببارة إلى الحسابات البنكية المختلفة الآيبان يعني مجاني، دفع الفواتير مجاني، رسوم العضوية للكرت مجانية، وسحب الأموال عن طريق الآتمة مجانية ولكن عن طريق الأك بنك. رح نسحب الشاشة إلى الأعلى ونشوف كمان شو في عنا. إذا عم يقول لك الإيداع عن طريق الصراف الآلي في حساب ببارة مجاني، ولكن لصرافات الأك بنك بقية الصرافات عليها رسوم. عم يقول لك أيضا التحويل البنكي من حسابك الخاص إلى ببارة مجاني، سحب الأموال من حسابك الببارة إلى حسابك المصرفي الخاص كمان مجاني، إيداع الأموال في حسابك الببارة بدون كرت عن طريق الصرافات أيضا مجاني، الإيداع في حساب ببارة عن طريق محلات الكارفور مجاني، وأيضا عن طريق محلات تكنوسا مجاني. وأخيرا شباب بالنسبة للأجور، الإيداع عن طريق البي تي تي بياخد رسوم 1%، والإيداع عن طريق الكريدت كارد أو بطاقة الائتمان بياخد 4.1%. هلأ شباب بالأخير في ملاحظة جدا هامة بالأجور، اللي هو 3.4% تفرض على الحسابات اللي عم تستقبل حوالات كتير. يعني إذا أنت بتستقبل 25 ألف ليرة من 5 أشخاص، أو تستقبل حوالات شو ما كان المبلغ من 10 أشخاص فما فوق، رح ينفرض عليك نسبة 3.4%، لأنه رح يعتبروا بهالحالة حسابك صار تجاري وليس للاستخدام الخاص. طيب شباب خلونا ننتقل إلى الحدود، حدود كل حساب. خلينا نشوف شو حدود حسابي أنا مثلا. إذا عم يقول لك الحد الأقصى للرصيد تبعك في ببارة مفتوح، يعني أنت هالشهر صرفت 10، الشهر اللي بعده 20 30، المهم صار مجموع رصيدك صار شي مليون ليرة، بيوقف؟ لا، في بعض الكروت بيقول لك حاجة لهون مليون ليرة بس، أما في ببارة مفتوح. كمان عم يقول لك المبالغ الواردة إلى حسابك في ببارة عن طريق مستخدمين ببارة أو عن طريق البنوك المختلفة حوالات
250 ألف ليرة في الشهر، وبال50 يوم نص مليون ليرة تركي. كمان عم يقول لك الإيداع النقدي عن طريق الصرافات الATM سواء بدون كرت أو عن طريق بطاقة الائتمان أو عن طريق بطاقة ببارة 250 ألف ليرة شهريا. يلي بعد عم يقول لك السحب النقدي عن طريق كرت الببارة من الATM 25 ألف ليرة في اليوم و100 ألف ليرة في الشهر. ديروا بالكم. يلي بعده الحد الأقصى لعدد المرات التحويلات من حسابات ببارة إلى حسابك 30 مرة في الشهر. وإذا بتحب اليوم الواحد 30 مرة ما في مشكلة، المهم بالشهر كله عندك 30 مرة فقط، وبعدين ما بقى يستقبل للشهر الجاي. يلي بعده عم يقول لك الحد الأقصى لإرسال الأموال إلى حسابات ببارة للمستخدمين تحت ال 18 سنة هو فقط 10,000 ليرة، أكثر من هيك ما بصير، بما في ذلك حوالات الفصل. خلونا نرفع الصفحة ونشوف كمان شو في عنا. عدد مرات إرسال الحوالات المالية من ببارة إلى الحسابات البنكية المختلفة عن طريق الآيبان 100 مرة في الشهر. يعني 100 آيبان مختلف أو متشابه ما في مشكلة، بس المهم 100 مرة في الشهر. يلي بعده عم يقول لك بإمكانك ترسل يوميا حوالي مالية إلى الآيبانات، أيبانات البنوك 250 ألف ليرة يوميا. يلي بعده عم يقول لك الحد الأقصى لإرسال الأموال إلى الخارج 15 ألف يورو شهريا. يلي بعده عدد مرات طلب الأموال من حسابات ببارة، بدك تطلب سلفة من أصحابك، فينك تبعت باليوم 10 مرات وبالشهر كله 30 مرة طلب سلفة نقدية. الحد الأقصى للمدفوعات شهريا 1000 مرة. يعني مثلا إذا بدك تروح على البيم فينك تشتري من البيم عن طريق الببارة 1000 مرة أو من المتاجر المختلفة، المهم المجموع ما لازم يتجاوز 1000 مرة. خلونا نرفع الصفحة لفوق ونشوف شو في إسا عنا كمان. إذا عم يقول لك حد الدفع لحسابات ببارة التجاري، يعني إذا بدك تدفع لواحد عنده حساب ببارة تجاري عن طريق بطاقة الائتمان 2750 ليرة شهريا. كمان عم يقول لك عدد المدفوعات إلى حساب ببارة تجاري عن طريق بطاقة الائتمان 50 مرة شهريا. عم يقول لك كمان إذا عندك حساب ببارة تجاري ففينك تتلقى مدفوعات بقيمة 10,000 ليرة شهريا عن طريق بطاقات الائتمان. يعني أنت هون عم تدفع لواحد عنده حساب ببارة تجاري، وهون أنت عندك حساب تجاري عم تتلقى المدفوعات. عم يقول لك كمان الحد الأقصى لإرسال مصروف جيب عن طريق بطاقة البنك أو بطاقة الكريدت كارد هو 10,000 ليرة تركية في الشهر. أما أخذ مصروف جيب شهري هو 5000 ليرة شهريا. وبصراحة شباب هذا الموضوع لسه ما تعمقت فيه، لا أعرف شو هذا مصروف الجيب، بس إن شاء الله أتعمق فيه، إن شاء الله بنزل عنه حلقة. بتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.